لازم حل. الناس اللي ما عم بتموت بالقصف عم بتموت من الجوع. بالمستشفى ما في حبة مسكن. ما بعرف كيف عم عالج الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوسف، لازم يلتقى حل. إذا ضل الوضع هيك شهر تاني الأمراض والأوبئة رح تنتشر بين الناس. قلت لك ما كان لازم تبقي معي هون. هلا هذا اللي طلع معك؟ أنت مفكر إنه أنا عم بحكي هذا الشيء من شاني؟ يوسف، أنا ما حدا جبرني ضل هون. أنا بقيت برغبتي، وبعرف إنه وضعنا ما رح يكون كتير منيح، بس مثل ما أنت في برقبتك ناس مسؤول عنها وبدك تساعدها، أنا كمان في برقبتي ناس ومسؤولة عنه ولازم ساعدهم. أنا في برقبتي مرضى، أطفال، نسوان. بس يا يوسف، نحن مو بس لازم نقاتل، نحن كمان بدنا نساعد هاي الناس. لازم ينفك الحصار، لازم ينفك. عليكم السلام ورحمة الله. شو وين صرنا بالحفر؟ والله يا بيوب، رجال عم تشتغل ليل نهار، بس نفخ بهذا الطول بياخذ وقت. بعين الله. بدي نزيد التحصينات على مداخل البلد، صار ونوصي الشباب يديروا بالهم على الذخيرة. بالوضع اللي نحن فيه رصاصة واحدة حقها ذهب. أكيد. شو صار بالإمدادات؟ الناس بلشت تجوع معلم. العملية الجاية هي لنفوت امدادات. رح نضرب الحاجز اللي على الاوتوستراد، ومثل ما بتعرفوا هذا الحاجز عليه تحصينات كتير كبيرة. بس إذا قدرنا نوقعه ونسيطر عليه بيوم واحد رح نفوت أكل ودواء وذخيرة تكفينا لأشهر. الحاجز اللي على التلة الغربي، التلة الغربية. إن شاء الله بإذن الله. بإذن واحد. إن شاء الله.